لكم، تحياتي للجميع. نهاركم عربي بالصلاة على سيدنا ونبينا محمد. للناس اللي عم يسألوني إنه شلون تعمل الفلافل، أول شيء قبل بليلة بنقع الحمص بدون ما أحط له أي شيء. بكير بعمل له الخسلة وبترمون دورين على الماكينة مع 7 من سنايات توم. تتبيل الفلافل بعد ما طحنتن دورين، اللهم صل على النبي، ملح، كزبرة، بهارات الفلافل، كمون، كربونة. هلا اللي بجيب طعمة الفلافل والنكهة الثوم والكزبرة. بنحط لكيلو حمص معلقتين صغار ملح، بهارات الفلافل مع الأصغيرة، كربونة مع الأصغيرة مشان ينفش القرص، كمون معلقتين صغار، و4 معالق كبار كزبرة. وشوفوا على القلي شلون بيطلع القرص أشقر وطري بالصلاة على النبي. بتاريخ اليوم 14/8/2022. وبعد ما حطيت اللون التبلة بعمل لون داكي شوي، وبضيف لهم كاسة مي. بضيف لهم كاسة مي. شباب اخواتي الاكارم، ومن بعد ما تبلت الفلافل هلا راح ابلش بقلي الفلافل. بسم الله. بعد ما حطيت الزيت وحمل ببلش بقلي الفلافل. بسم الله. انا عندي هذا الآلة جاهز يعني. هلا بفيكم شلون بيطلعوا شعر ما احلاهم. هلا في ناس بتضيف بقدونس وكزبره خضراء، هذا الشيء اختياري، بس ولكن بيطلع قرص الفلافل لونه غامق، انا ما بعمل له اي اضافات. وبالنسبه للحمص يعني مع الحمص ما بحط الا حمص، لا بحط لا فول ولا اي شيء، حمص فقط لا غير. شايفين شلون؟ بسم الله ما شاء الله، اعطاني اللون الذهبي. اللهم صل على النبي. هلا انا عندي آلة اكبر من هذا، في يعني ما شاء الله. وبعد ما قلينا الفلافل يا شباب هلا راح نعمل سندويش فلافل. بسم الله. هاي الفلافل، بندورة، خيار، خس، خلي الخيار، نعناع، ليمون، وطراطور. واحلى عالم بالعالم، حياكم الله جميع مع ابن فليفله. ويا سلام له.